ساعات الحياة بتكسرنا بأسئلة ملهاش إجابة، والواحد مننا بيقعد يفكر ويقول ليه حصل معايا ده؟ ليه الحياة بتقلب فجأة وتحس إنها وقفت عند نقطة معينة ومش قادر تتحرك تاني، وبتلاقي نفسك غرقت بوابة من الوجع بتخلي الدقيقة تعدي عليك كأنها قرن كامل من الألم. بتحس إن أنت عايش بس مش عايش، في حاجة وقعت منك. معظم الناس اللي عبروا عن مشاكلهم من خلال تجاربهم السابقة بعد انفصالهم أو بعد طلاق أو بعد ما فرقوا الشخص المفضل عندهم. بالرغم ان انا ساعدتهم على التجاوب ده، كانوا مختلفين جدا، طريقه تفكيرهم مختلفه، حياتهم مختلفه، تجاربهم نفسها مختلفه، الا ان الالم اللي حسوا بيه كلهم واحد، هو البروكن هارت بين، الم القلب المحطم. طب عاوزين نفهم في تفسير لده بكل صراحه، وبغض النظر عن رواد البوستات الجامده بتاع سيبك منها، سيبك منه، ده هيجيلك احسن منه، سيبك منها ايه او سيبك منه ايه، ما خلاص، ما اوريدي انت سبتوا بعض خلاص، يعني الموضوع حصل خلاص. اي رجل او ست بيمر بتجربه طلاق او انفصال او حتى فقدان حبيبهم او الشخص المفضل لحياتهم، ايا كان هو اخ اب، حياته بتتغير تماما وبتقف، والمواجهه بتكون صعبه جدا. هتلاقيه بيواجه اصعب تحدي في حياته، وان كان من بره بيبدي عكس ذلك. السؤال الحقيقي هو ازاي اخرج من الدوامه دي؟ ازاي اموف اون بجد؟ الست او الراجل اي منهم لما بيرجع سنجل تاني حياته بتتشقلب وبتقف عند نقطه معينه. ممكن يكون كل واحد منهم بيفكر بطريقه مختلفه. احنا الرجاله لنا طريقه تفكير معينه، الستات ليهم طريقه تفكير معينه، الا ان الالم اللي بنحس بيه احنا الاثنين هو متساوي تماما. الالم متساوي بالرغم من الاختلافات اللي في تفكيرنا، اختلاف احتياجنا. طريقه تفكيرنا بعد الانفصال بتختلف تماما عن طريقه تفكير النساء بعد الانفصال. على سبيل المثال، النساء لما بينفصلوا اول مشكله بتواجههم الثقه، مش بيعرفوا يدوا الثقه لحد تاني. لكن الرجاله اول ما بننفصل بيكون خوفنا من الفشل في الدخول في علاقه جديده، فتلاقي الراجل بعد الانفصال يبدا يدخل في علاقات هنا وهنا وهنا، بص هايبر اكتف. بالرغم من اختلاف ردود افعالنا، لان الالم واحد والمشكله واحده حتى لو اظهر عكس ذلك. عشان كده النهوض من اول وجديد، انت تموف اون، هو تجربه قاسيه ومواجهه وتحدي صعب جدا. عشان تتخطاه لازم تتخطاه على فهم وتكون مدرك انت المفروض تعمل ايه بالظبط. يعني احنا كلنا اتعلمنا في المدرسه او اتعلمنا في حياتنا، دراعك اتجرح او حصل لك جرح هتروح المستشفى وهتعمل كده. لكن لو قلبك اتكسر مش عارف انت تعمل ايه وبتتصرف، ده حاجه من الاثنين، يا اما بحكم الغريزه بتاعتك، يا اما هتسمع سمعا وطاعه بشكل عمياني لصديق او حد قريب منك، وده برضه هيوديك في داهيه. من زمان قوي لاحظنا ان في ناس حياتهم اتدمرت حرفيا بسبب فقدان الحبيب، يعني زي مجنون ليلى، روميو وجولييت. هو يعني هو كانت سببه انها انفصال، او ان الشخص مش ما قدرش يستحمل الفراغ اللي احدثه شخص سابه، شخص مفضل ليه وبيحبه، حياته وقفت عند النقطه دي. تعالوا بقى نفهم ايه اللي بيحصل جوه دماغنا وقلوبنا بعد الانفصال.